بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوتي الحجاج، خواتتي الحاجات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحانه وتعالى اجعلكم من المحظوظين، ووفقكم باش غادي تمشيو للحج. خاصكم تشكروا الله تعالى على هذه النعمة، وتدعيو لخوتكم اللي ما وفقهمش الله تعالى في هذه السنة باش تيسر لهم الأمور في السنة الماجية ويأديوا هذه الفريضة. الحج عبادة خاصة، لا بد من معرفة ومن تسوال ومن تبات. وفي هذه الحصة الأولى غادي نتكلموا إن شاء الله على الإحرام وعلى الطواف وعلى السعي. أول حاجة خاصكم تعرفوها أخوتي الحجاج هو أنه ملي تقرب الساعة اللي غنمشيو فيها لمكة ضروري ما نستعدوا للإحرام، سواء كنا غادي نمشيو لمكة من المغرب مباشرة ولا غادي نمشيو ليها من المدينة المنورة إلا كنا غادي نسبقوا الزيارة ليها. أشنو مطلوب منا في هذه الاستعدادات؟ القضية سهلة، تنقطعوا ضفارنا ونتفوا الشعر ديال البيطان ديالنا والشعر ديال العانة ديالنا، يعني الشعر اللي كيكون بين الفخذين، ثم تنغسلو غسيل الجنابة اللي هو الوضوء الكبير. هادشي فين كنديروه في ديورنا إلا كنا غادي نمشيو مباشرة لمكة، ولا كنديروه في الوطيل إلا كنا سبقنا الزيارة للمدينة المنورة. حتى لهاد الساعة راه حنا باقي ما حرمناش، يلا كنستعدوا للإحرام. وقتاش تنحرموا منين تنوصلوا للميقات، وراهم كاينين جوج ديال المواقيت. كاين الميقات الاولاني اللي كيتسمى ابار علي، هو اللي ديال الناس اللي جايين من المدينه، وكذلك الميقات اللي سميتو رابيغ اللي هو ديال الناس اللي جايين في الطياره مباشره لمكه، ومنين تيقربوا ليه راه كيعلمهم الربان ديال الطائره وكيقول لهم باللي راه حنا وصلنا للميقات. هنا منين كنوصلوا للميقات كنزولوا علينا اللباس الفوقاني اللي كيكون مخيط ولا شي حاجه محيطه بالذات ديالنا بحال الخاتم مثلا، وتنبقاو بلباس الاحرام اللي هو ليزار اللي كنغطيو به لتحت ديالنا، والرداء اللي كنديرو على كتافنا. والمراه حتى هي كتحرم ولكن في اللباس ديالها العادي اللي لبساتو، غير ما يكونش كيبين وما يكونش ضيق وما يكونش كيوصف الذات ديالها وما يكونش مزوق، وما خاصهاش دهن وجهها ولا تزين بالذهب. ومن بعد هذا الشيء كامل كنصليو. الا كانت عندنا الفريضه مثلا الصبح او الظهر او العصر او المغرب او العشاء كنصليوها وكنحرموا موراها. ولا كان وقت ديال الكراهه مثلا خاصنا نصليو واحد النافله، ما خاصناش نصليوها وقت ديال الكراهه، يعني حتى كتطلع الشمس عاد كنصليو، ومور العصر ما تنصليوش حتى كيأذن الاذان ديال المغرب، وعاد كنصليو وتنعلنوا على الدخول ديالنا في النيه اللي بغينا حنا نديروها. وعندنا 3 ديال النيات ايها الاخوه ايها الحجاج بالنسبه لاداء هذه الفريضه اللي كتقترن بالتلبيه. كاين اما الإحرام بالإفراد واللي هو معروف عند الناس باللي ما فيش الذبيحة، وواجب عليك تقول عند الميقات ملي توصل ليه لبيك اللهم حجة. ولا كنتي غتحج بالتمتع غتقول لبيك اللهم عمرة. وإلا كنتي غتحج بالقران غادي تقول لبيك اللهم حجا وعمرة. وهنا من بعد ما كتنوي واحد من هاد 3 اللي ذكرنا كتكون حرمتي، ما كيبقى لك غير التلبيه واللي هي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا خويا الحاج راه واجب علينا نعرفوه وواجب علينا نقولوه، ولا ما كناش حافظينه راه خاص وليداتنا يوريوه لينا ويعلموه لينا ويحفظوه لينا. الرجاله كيلبيو بصوت مرتفع وكيلبيو ويتسارحوا،
والعيالات كيلبيو غير بشويه القدر اللي كيسمعوا فيه ريوسهم. ولازم تعرف كذلك انه كاينه شي امور ممنوع عليك ديرها الا انت حرمتي. ما تقولش الكلام ديال العيب، ما تقولش الكلام القبيح، ما تقولش الكلام ديال قلة الحياء، ما تهدرش في الناس، ما تقابحش مع الناس، بعد على قوة الجدال، ما دير والو حتى حاجة من هاد الأخلاق الرذيلة. وهاد الأمور هي اللي نهانا عليها الله تعالى في القرآن الكريم، اللي قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. زيد على هاد الشي كامل، ما بقى عندك الحق لا تقطع ضفارك ولا شعرك، وشي اخر ما مسموحش لك به ديرو هو دير الريحه واخا انت راجل. وهكذا كنبقاو غاديين ونلبيو وما فيها باس، نتسرحوا لعينا حتى نوصلوا لمكه وندخلوا الوطيلات ديالنا ونرتاحوا في البيوت ديالنا وناكلوا ونشدوا الوضو ديالنا ونضمنوا الخروج ديالنا باللي غيكون منظم باش نمشيو للطواف والسعي. وحنا غاديين للحرام، غاديين وكنلبيو، ملي نوصلوا ليه كنحبسوا التلبيه وتندخلوا للمسجد الحرام من اي باب باش ما نسبوش في قله النظام والزحام، ونسبقوا رجلينا اليمنيه. وإلا كنا حافظين دعاء دخول المسجد اللي هو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك، نقولوه. إلا ما حافظينوش نقولوا غير بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي تغفر لنا ذنوبنا وتفتح لنا البيبان ديال الرحمة ديالنا. وانت داخل غير بشوية عليك، بلا ما تدهش، بلا ما تخلع، بلا ما تخاف من ديك الكترة ديال الحجاج اللي جايين للبيت المعمور. الحمد لله كل شيء في الأمان، خاصنا غير شي شوية ديال الصبر وشوية ديال النظام باش الله تعالى يبارك لنا في الحج ديالنا. كنمشيو حتى كنتقابلوا مع الركن اللي فيه الحجر الأسود. لا ما بان ليناش ما نسبوش في قلة النظام، راه كاينين في الجناب واحد البولة خضراء كبيرة وباينة، ملي تقاد معاها شوف في الكعبة وهز يديك اليمنية ليها وقول بسم الله وكبر وبدا الطواف ديالك على بركة الله. وهنا خويا الحاج، اختي الحاجة، خاصنا نردوا البال بزاف ديال الحوايج. إلا كنا دخلنا بالإفراد أو بالقران في هاد الطواف اللي كنديروه هو طواف القدوم، ولا كنا دخلنا بالنية ديال التمتع في هاد الطواف اللي كنديروه هو ديال العمرة. وهاد الطواف خاصنا نعرفوا شحال فيه وشنو كنديروا فيه 7 ديال الأشواط، يعني 7 ديال الدورات على بيت الله الحرام. كنبداو من الحجر الأسود وكل شوط درناه إلا وكنكملوه عند الحجر الأسود، يعني الدورة كتبدا من الحجر الأسود وتتنتهي على الحجر الأسود. ولا ما بان ليناش الحجر الأسود راه كاينه البولة الخضراء كنبداو منها وتنرجعوا ليها، وهذا شوط واحد، هي دورة وحدة. وهكا حتى كنكملوا 7 ديال الأشواط. 3 الأولين من الطواف كنهرولوا فيهم. اشنا هي الهرولة؟ يعني الرجالة تيزيدوا شوية في السرعة، أما العيالات ما كيديروش الهرولة، كيمشيو المشية ديالهم عادية. والأشواط 4 الأخرين اللي بقاو لينا ما كنهرولوش فيهم. ومن الأمور اللي خاصنا نعرفوها، إلا خسر لينا الوضوء ديالنا في الطواف لابد من نعاودوا نتوضاو ونعاودوا الطواف ديالنا. ولا أدنات علينا الصلاة في ديك البلاصة اللي كنطوفوا فيها وتقامت الصلاة، غادي نصليو تما في بلاصتنا أثناء الطواف، وملي كيسلم الإمام وكنسلموا يعني كنساليو من الصلاة كنكملوا الطواف ديالنا عادي. ملي كتكمل الطواف ديالك وقبل ما تكملوا كتقول واحد الدعاء ملي تتقاد مع الركن اليماني. هذا الدعاء علموا لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كنقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلا ما عرفتوش بهذه اللغة العربية الفصحى تنقولوا بالدارجة، تنقولوا يا ربي تعطينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وتنجينا من العذاب ديال جهنم. إلا ما عرفناش كاع ما نقولوا كنقولوا أي دعاء وتقبلوا من الله سبحانه وتعالى. ومن بعد ما كنساليو الطواف
كنصليو 2 ركعات من مور مقام إبراهيم الخليل عليه السلام. وإلا كان الزحام لازم نصليوهم في أي بلاصة من الحرام، حيت هما واجبين علينا. ومن بعد الطواف يمكن لك ترتاح وتشرب من الماء ديال زمزم، وحتى لا ما شربتيش منه راه ما كاين باس. ومن بعد هذا الشيء كتمشي للصفا وتقابل مع الكعبة وتكبر الله تعالى وتدعي بالأدعية اللي دعا بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا كنتي حافظها. وإلا ما حافظهاش فباش ما دعيتي من دعاء الخير مزيان والله سبحانه وتعالى تتقبل منك. وانت غادي للمروة، منين كيوصلوا الرجالة لواحد الخط خضر في السعي تيهرولوا حتى الخط الخضر اللي كاين موراه، يعني راه كاينين 2 خطوطة، واحد في البداية وواحد في النهاية. يعني هاد الخطوطة جاو الوسط، الرجاله ملي كيوصلوا للخط الاولاني كيزيدوا في السرعه، ملي كيوصلوا للخط الثاني تيحبسوا، والعيالات دائما تيمشيو عاديات بلا هروله حتى كنوصلوا للمروه. وكنديروا نفس الشيء اللي درناه اثناء وصولنا للصفا، كنتقابلوا مع الكعبه وتنديروا الدعاء وتنطلبوا الله تعالى، وكتحسب لنا شوط. السعي كاين 7 ديال الاشواط، من الصفا المروه 1، من المروه للصفا 2، حتى كنكملوا عند المروه الشوط السابع باذن الله. وهنا ملي كتسالي هاد الاصوات ديالك، الا كنتي متمتع كتحلق راسك ولا تقصرو وكتحلل وتتولي عادي بحال انت جالس في دارك مع وليداتك. ولكن الا كنتي داخل الحج بالافراد او القران، راك من بعد ما كتكمل السعي لازمك تبقى بالاحرام ديالك حتى نهار العيد. كيفاش كنحلقوا؟ كنقطعوا شويه، كنحسنوا حنا روجنا الرجاله، والعيالات كياخذوا غير قيد انموله، يعني على قد الطريف ديال الصبع ديالهم من كل ضفيره من الضفائر ديالهم. وحنايا اللي كان عندنا التمتع كنوليو عادين حتى كيجي يوم الترويه اللي هو 8 من ذي الحجه، ونشوفوا اش غادي نديروا فيه. عندنا يوم الترويه، وعندنا يوم عرفه، وعندنا ليله المزدلفه. بعد ما تكلمنا خوتي الحجاج خواتاتي الحاجات على الاحرام والطواف والسعي، قلنا راه المفرد والقارن كيبقى حارم، اما المتمتع راه كيتحلل من العمره ديالو حتى كيوصل يوم الترويه اللي هو يوم 8 من شهر ذي الحجه، يعني نهار قبل الوقفه ديال عرفه، عادي يعاود يحرم من جديد. غير هاد المره تيحرم من السكنه ديالو، كيطهر وتيغسل وتينقي ضفارو وتيغسل الغسيل ديال الجنابه، يعني الوضوء الكبير، ويستعد للاحرام ويحيد عليه كل حاجه محيطه بالذات ديالو بحال اللي قلنا بحال الخاتم، ولا كل حاجه مخيطه، وتبقى غا في الازار والرداء. والمراه كتحرم في الملابس ديالها. وهنا لابد ما نذكروا النيه ديال الحج بلساننا ونقولوا لبيك اللهم حجه، ويبقى ونبقاو كنلبيو من موراها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. ديك الساعه كيولي كل شيء بحال المفرد، بحال القارن، بحال المتمتع، كل شيء كيلبي، كل شيء رد البال مع الامور اللي تحرمت عليه بالاحرام وراه سبق لينا دوينا عليها. دابا غادي نشوفوا اشنو كنديروا في هذا النهار. هذا النهار غادي نمشيو لمينان، غينزلونا الناس اللي مكلفين بينا في الخيام ديالنا، وغناخذوا الاماكن ديالنا بلا فوضى، بلا ما نتسابقوا على البلايص. راه الحمد لله كل شيء موفر وكل شيء منظم، وغنبقاو مشغولين بالذكر والتلبيه وقراءه القران العظيم، وكنفكروا في اللي داز من حياتنا وكيف غنتواجهوا بالدعاء، وكيف غادي نتوجهوا لله سبحانه وتعالى بالدعاء في النهار ديال عرفه. ومنين يوصل وقت الظهر نأذنوا ونصليو الظهر 2 ركعات، ومنين يوصل وقت العصر نأذنوا ونصليو العصر 2 ركعات، ومنين يوصل وقت المغرب نأذنوا
ونصليو 3 ديال الركعات، ومنين يوصل وقت العشاء نأذنوا ونصليو 2 ركعات. وهذا هو اللي كيتسمى الصلاة بالتقصير. ونصليو الشفع والوتر ديالنا، ونصليو النوافل إلا بغينا، تنعسوا في الخيام ديالنا حتى للصبح، ونفيقوا ونصليو الفجر والصبح، ونردوا البال، ما نساوش التلبية في كل هذا الوقت وفي هذه المدة. ولازم نعرفوا راه المبيت ديالنا هاد الليلة الحكم ديالو في الدين راه غير مستحب، ماشي واجب وماشي ركن. كنبينوا لكم هاد الشيء حيت الوقت ديال التحرك ديالنا في الديار المقدسة كتحكم فيه السلطات السعودية، الله يجازيهم عنا كل خير. فالحجاج كتار ولا بد ما ينظموا لهم الوقت باش كل شيء يدوز المناسك ديالو في امان، وكل مجموعه غادي يكون لها وقت. فبلا ما نتقلقوا على المسؤولين اللي معانا وما نباتوش في هاد الليله في مينان، حيت الامر ماشي بيديهم كيف ما قلنا، وحيت المباتة هاد الليل في مينان ماشي واجبه. خوتي الحجاج، خواتاتي الحاجات، غادي يوصل علينا يوم عرفة اللي هو اليوم 9 من شهر ذي الحجة، النهار اللي الحجاج كاملين غاديين يوقفوا الوقفة المشهودة والمنتظرة، ويفرح بهم الله سبحانه وتعالى، وكيباهي بهم الملائكة، وكيقول الملائكة ديالو: هؤلاء عبادي قد أتوني شعثا غبرا يرجون مغفرتي فأشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. الله سبحانه وتعالى كيباهي الملائكة بهذا الجموع ديال الحجاج، وكيقول لهم: هادو هما العباد ديالي، جاوني مشعكين مغبرين كيطلبوا المغفرة ديالي، شهدي يا ملائكتي راني غفرت لهم في هذا النهار المبارك. هذا هو النهار خوتي الحاجات خواتاتي الحجاج، أو خوتي الحجاج خواتاتي الحاجات، هذا هو النهار اللي الحجاج كاملين واقفين تيبكيو على الذنوب والمعاصي ديالهم، ويطلبوا من الله تعالى يغفر لهم، ويطلبوا منه كل ما يتمنوه في الدنيا والآخرة. اشنا هي الوقفة؟ واش لازم نبقاو واقفين نهار كامل؟ لا، الوقفة بعرفة اللي مقصود منها هو تكون حاضر فيها، والوقوف بعرفة على الرجلين ماشي واجب، وإنما المستحب للرجال في الدعاء يوقفوا كتر ما يجلسوا، والمستحب العيالات في الدعاء يجلسوا كتر ما يوقفوا، وبلا ما يتعبوا نفوسهم. راه ما فيها باس إلا ارتحينا كاملين ولا نعسنا شي شوية لعينا، غير ما نساوش ونضيعوا هذه الفرصة الكبيرة اللي بين يدينا، اللي خاصنا ندوزوا النهار كامل وحنا في ذكر الله تعالى، ماشي في شي هضرة آخر، ولا في الوليدات، ولا في العيالات، ولا في تذكر شي ذكريات. وفي هذا النهار راه ماشي لازم توقف في جبل الرحمة ولا تصلي في مسجد نميرة، هذا الشيء ما مطلوبش منك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: وقفت ها هنا وعرفات كلها موقف. النبي تيقول لنا: انا راه وقفت هنا وعرفات كلها موقف. اللي مطلوب منك هو تكون حاضر هذا النهار في اي مكان داخل الحدود ديال عرفة، وترد البال مع العلامات، كاينين البلايك اللي كيبينوا لك الحدود ديال عرفة باش ما تخرجش على عرفة. اشنو كنديروا في هذا النهار؟ منين توصل علينا وقت الظهر تنأذنوا ونقيموا الصلاة، وتنصليو الظهر 2 ركعات، وتنسلموا، وتنأذنوا ديك الساعة مباشرة العصر، وتنقيموا الصلاة ونصليو العصر 2 ركعات ونسلموا، باش يبقى لنا النهار كامل غير الدعاء والذكر والاستغفار، ونتوجه الله تعالى بكل دعاء الخير، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الدعاء يوم عرفة، أكثروا من الذكر يوم عرفة. واللي علموا لنا النبي صلى الله عليه وسلم واللي خاصنا نحفظوه هو هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان تستمر الأمور حتى المغرب شي شوية،
عاد كنخرجوا للمزدلفة وما نمشيوش قبل من المغرب باش ما يبطلش الحج ديالنا. واللي لا قدر الله جا شي مانع منعهم من الحضور في النهار ديال عرفة، لابد ما يمشي ليها بالليل قبل ما يوصل الفجر ديال نهار العيد، لأنها ركن من أركان الحج اللي ضيعوا كيبطل الحج ديالو. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. وهكذا كنطلقوا بالسكينة بلا ما ندافعوا، بلا ما نتسابقوا، بلا ما نتجاراو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصانا تيقول لنا السكينة السكينة. هذا وصانا به النبي صلى الله عليه وسلم. وخاصنا نصبروا على المشقة ديال الطريق، سواء كنا راكبين ولا غاديين على رجلينا، لأن كاين الزحام حتى نوصل المزدلفة بسلام. والله تعالى كيقول لنا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. من كنوصل المزدلفة راه واجب علينا ننزلوا ونصليو المغرب والعشاء. المغرب 3 ديال الركعات والعشاء 2 ديال الركعات، ونرتاحوا وناكلوا ونشربوا ونجمعوا 7 ديال الحصيات، يعني حجيرات صغيورين، باش نرميو جمرة العقبة الكبرى نهار العيد. والقياس ديالهم ديال دوك الحجيرات راه ما بين الفولة وبين الحمصة. أما الحجيرات الأخرين الأيام الأخرى غادي نجمعوهم من منن في ديك الأيام اللي كتسمى أيام ديال التشريق، نجمعوهم وغادي نذكروا الله تعالى ونكثروا من الذكر. وإلا مشينا بحالنا المينا ما علينا والو، ولا بغينا نباتوا في المزدلفة راه نباتوا حتى للصباح ونصليو الصبح ديالنا فيها ونذكروا الله شوية ونمشيو بحالنا المينان. هذه هي المرحلة اللي غادي نذكروا عليها في هذا اللقاء الجديد معكم. غادي نتكلموا على يوم النحر ورمي الجمرات وطواف الإفاضة. هذا اليوم المبارك تعيشوا جميع المسلمين في العالم، وحتى احنا أخوتنا الحجاج خواتاتنا الحجاج تنعيشوا في أحوال ربانية ما تعيش بحالها كثير من الناس. هذاك النهار كيتهزوا فيه القلوب وكيسمعوا فيه الحجاج الدعوات الخالصة من بعضياتهم وتذكروا فيه الله سبحانه وتعالى. هذا يوم مشهود في حياتك، عندك أعمال لازم تعرفها وخاصك تديرها وتتقنها بتوفيق من الله تعالى. العمل الأول رمي جمرة العقبة الكبرى، هو اللي كنسميه الرجيم. هاد الجمرة كنرميوها غير هي وحدها بالحصيات 7 اللي سبقنا جمعناهم من مزدلفة. كناخذوا كل حصية حصية وكنقولوا الله أكبر وترميوها في الحوض، وهكا كنديروا حتى كنكملوا الحصيات ب7 تنرجعوا بحالتنا للخيام ديالنا. العمل الثاني اللي كنديروه هو الهدي، بالنسبة اللي حج بالقران أو بالتمتع. هاد الهدي راك تتخلصوا في بعض البنكات والمؤسسات اللي فيهم الثقة، هما اللي كينوبوا علينا حنا الحجاج في الذبيحة. ولا كتمشي بيديك لرحبة البهايم والغنم وكتشري الهدي ديالك وكتذبحو. والهدي في الحج راه ماشي هو الضحية ديال العيد، حيت بزاف الناس كيفهموا هذا الأمر غلط، اللي كيذبحوا الراجل على وليداته ومرته في دارو. لا، الهدي راه كل واحد حج بالقران ولا بالتمتع لازم يذبح، بمعنى أن الراجل اللي معاه مرته ولا مو باه راه خاصو كل واحد يذبح الهدي ديالو. وقدروا يكونوا بعض الحجاج اللي ما عندهمش الفلوس باش يشريوا الهدي ولا ضاعوا لهم الفليسات في الحج، هادو كيصوموا 3 أيام في الحج و7 أيام اللي كيرجعوا لديورهم، والمجموع هو 10 ديال الأيام. أما نقتصدوا على الفلوس باش نشريوا الهدايا والحوايج والكبوات ونفضلوا نصوموا ونزقرموا باش ما نذبحوش الهدي، راه هذا الشيء غير جائز. والهدي خير لك عند الله من الهدية. والعمل الثالث في هذا النهار هو اللي كدير فيه منين كترجع الخيمة الحلق، يعني كتحسن راسك ولا تتقصروا
يعني كتصلعوا، والحلق افضل للرجال. اما العيالات راه كيقصروا، كياخذوا قد الطريف ديال الصبع من الضفائر ديالهم. وهكذا كنتحلوا التحلل الاول اللي كيولي عندنا فيه الامور عاديه الا العيالات. وكنحيدوا لباس الاحرام وتلبسوا الملابس ديالنا ونغسلوا بالصابون ديال الريحه، وكل الامور كتكون عندنا حلال الا العيالات اللي عنده مرته تيبقى منعزل عليها. تيبقى لنا طواف الافاضه. هاد الطواف الا قدرنا نديروه نهار العيد نديروه، وغالبا تيصعب لان كاين الزحام بقوه الحجاج المباركين. راه مازال عندنا الوقت لما درناش نهار العيد، راه يمكن لك ديرو في اي وقت يسر ليك لان الوقت ديالو واسع، تبقى حتى لاخر نهار من ذي الحجه. يعني راه باقا قدامك 20 يوم اخرى، راه ما تطوف وراه ما تذكر وراه ما تعبد وراه ما تطلب الله سبحانه وتعالى. وهنا نعاودوا نذكروا الفرق اللي كاين بين المفرد والقارن والمتمتع. المفرد والقارن إلا سبق لهم داروا السعي مع طواف القدوم راهم تعملوا غير طواف الإفاضة بلا سعي، لأنهم سبقوه النهار الأول. إلا ما سبقوش مع القدوم راه خاصهم يديروه مع طواف الإفاضة. أما المتمتع فتعاود يقوم بالسعي من جديد بعد طواف الإفاضة، لأن داك السعي الأولاني اللي داروا راه هو السعي ديال العمرة. وما فيها باس نذكروكم بأن طواف الإفاضة راه 7 ديال الأشواط، تنصليو من بعد منها 2 ركعات مور مقام إبراهيم، والسعي راه حتى هو 7 ديال الأشواط. كنبداو من الصفا ونمشيو للمروة، وآخر سعي من تلك الأشواط كينتهي عند المروة. أما الأحكام اللي كتتعلق بمنن فمن الواجب تبات فيها نهار العيد بالليل، واليوم الأول بعد العيد، واليوم الثاني من بعد العيد. وهنا راه يمكن لك تعجل وتمشي، ولا تبقى حتى اليوم الثالث من بعد العيد عاد تمشي. وهاد الأيام هي اللي كنسميوها أيام ديال التشريق، راها أيام ديال الأكل والشرب والذكر، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كل نهار من هاد الأيام اللي دازوا من مور العيد ترميو فيها الجمرات بالحصيات ديالنا. اشنا هي الطريقة؟ كنجمعوا 21 حصية، وكل وحدة قياسها ما بين الفولة والحمصة، وتنمشيو للجمرات ترميو الجمرة الصغرى ب7 ديال الحصيات. كل ما بغينا نرميو وحدة تنكبروا الله تعالى وتنرميو ديك الوحيدة، والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. وراه من الخطأ أننا نديرهم في كمشة وحدة ورميهم حفنة وحدة، راه ما تتحسب لنا داك الشيء والو، وراه الضربة كتكون ماشي صحيحة. وتنساليو وندعيو الله تعالى وتنتوجهوا للجمرة الوسطى حتى هي 7 ديال الحصيات بنفس الطريقة، وتنساليو وتندعيو ونتوجهوا للثالثة وهي جمرة العقبة الكبرى، وتنرميو فيها حتى هي ب7 ديال الحصيات بنفس الطريقة، ونخرجوا بلا ما ندعيو. هاد العمل كنديروه النهار الاولاني من بعد العيد، وتنعاودوه النهار الثاني من بعد العيد. ولا ما تعجلناش وزربنا ونزلنا بحالتنا تنزيدوا النهار الثالث من بعد العيد. والوقت ديال الرمي راه كيبدا من الزوال ويستمر حتى المغرب، وبلا ما نخافوا ولا ندهشوا ولا نتزاحموا مع الناس. فكل ما التزمنا التوجيهات ديال المنظمين وديال العلماء وديال المسيرين راه حنا غنكونوا في امان الله سبحانه وتعالى. من بعد هاد الاعمال كنرجعوا بحالنا للاقامات، نتوعنا في مكه وتنكونوا كملنا والحمد لله اعمال الحج، وتنتظروا الوقت اللي غيخبرونا فيه المسؤولين بالسفر اما لبلادنا او للمدينه. فمن بعد ما كنجمعوا حوايجنا ويقرب وقت الخروج تنمشيو للحرام وتنديروا طواف الوداع اللي هو 7 ديال الاشواط، وتنصليو موراه 2 ركعات من مور مقام ابراهيم، وتنطلبوا الله تعالى باش ما يكونش هاد الطواف هو الاخراني ديال العهد بيننا وبين بيت الله، وتنخرجوا بشكل عادي
والمرأة لا جاها دم الحيض ما تقلقش وما تحزنش، لأن الحيضة ديالها ماشي بيديها وراه ماشي ضروري لها طواف الوداع. وهكذا خوتي الحجاج بينا اشنا هي الحوايج اللي خاصنا نديروها وخاصنا نعرفوها لا بغينا نأديو فريضة ديال الحج. نطلبوا الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لذاك الشيء اللي كيبغيه وترضى عليه الله تعالى، ونتمنى يكون الحج مبرور والسعي مشكور والذنب مغفور، والله يتقبل منا منكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله سبحانه وتعالى تتقبل منك وانت غادي للمروة. منين كيوصلوا الرجالة لواحد الخط خضر في السعي تيهرولوا حتى الخط الخضر اللي كاين موراه، يعني راه كاينين جوج خطوطة، واحد في البداية وواحد في النهاية، يعني هاد الخطوطة جاو الوسط. الرجالة ملي كيوصلوا للخط الأولاني كيزيدوا في السرعة، ملي كيوصلوا للخط الثاني تيحبسوا، والعيالات دائما تيمشيو عاديات بلا هرولة حتى كنوصلوا للمروة. وكنديروا نفس الشيء اللي درناه أثناء وصولنا للصفا، كنتقابلوا مع الكعبة وتنديروا الدعاء وتنطلبوا الله تعالى، وكتحسب لنا شوط. السعي كاين 7 ديال الأشواط، من الصفا المروة 1، من المروة للصفا 2، حتى كنكملوا عند المروة الشوط السابع بإذن الله. وهنا ملي كتسالي هاد الأصوات ديالك إلا كنتي متمتع كتحلق راسك ولا تقصرو وكتحلل وتتولي عادي بحال انت جالس في دارك مع وليداتك. ولكن الا كنتي داخل الحج بالافراد او القران راك من بعد ما كتكمل السعي لازمك تبقى بالاحرام ديالك حتى نهار العيد. كيفاش كنحلقوا؟ كنقطعوا شويه، كنحسنوا حنا روجنا الرجاله، والعيالات كياخذوا غير قيد انموله، يعني على قد الطريف ديال الصبع ديالهم من كل ضفيره من الضفائر ديالهم. وحنايا اللي كان عندنا التمتع كنوليو عادين حتى كيجي يوم الترويه اللي هو 8 من ذي الحجه، ونشوفوا اش غادي نديروا فيه. عندنا يوم الترويه وعندنا يوم عرفه وعندنا ليله المزدلفه. بعد ما تكلمنا خوتي الحجاج خواتاتي الحاجات على الاحرام والطواف والسعي، قلنا راه المفرد والقارن كيبقى حارم، اما المتمتع راه كيتحلل من العمره ديالو حتى كيوصل يوم الترويه اللي هو يوم 8 من شهر ذي الحجه، يعني نهار قبل الوقفه ديال عرفه، عادي يعاود يحرم من جديد. غير هاد المره تيحرم من السكنه ديالو، كيطهر وتيغسل وتينقي ضفارو وتيغسل الغسيل ديال الجنابه، يعني الوضوء الكبير، ويستعد للاحرام ويحيد عليه كل حاجه محيطه بالذات ديالو بحال اللي قلنا بحال الخاتم ولا كل حاجه مخيطه، وتبقى غا في الازار والرداء. والمراه كتحرم في الملابس ديالها. وهنا لابد ما نذكروا النيه ديال الحج بلساننا ونقولوا لبيك اللهم حجه، ويبقى ونبقاو كنلبيو من موراها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ديك الساعة كيولي كل شيء بحال المفرد بحال القارن بحال المتمتع، كل شيء كيلبي، كل شيء رد البال مع الأمور اللي تحرمت عليه بالإحرام وراه سبق لينا دوينا عليها. دابا غادي نشوفوا اشنو كنديروا في هذا النهار. هذا النهار غادي نمشيو لمينان، غينزلونا الناس اللي مكلفين بينا في الخيام ديالنا، وغناخذوا الاماكن ديالنا بلا فوضى بلا ما نتسابقوا على البلايص. راه الحمد لله كل شيء موفر وكل شيء منظم، وغنبقاو مشغولين بالذكر والتلبيه وقراءه القران العظيم، وكنفكروا في اللي داز من حياتنا وكيف غنتواجهوا بالدعاء وكيف غادي نتوجهوا لله سبحانه وتعالى بالدعاء في النهار ديال عرفه. ومنين يوصل وقت الظهر نأذنوا ونصليو الظهر 2 ركعات، ومنين يوصل وقت العصر نأذنوا ونصليو العصر 2 ركعات، ومنين يوصل وقت المغرب نأذنوا
ونصليو 3 ديال الركعات، ومنين يوصل وقت العشاء نأذنوا ونصليو 2 ركعات. وهذا هو اللي كيتسمى الصلاة بالتقصير. ونصليو الشفع الوتر ديالنا ونصليو النوافل إلا بغينا، تنعسوا في الخيام ديالنا حتى للصبح، ونفيقوا ونصليو الفجر والصبح، ونردوا البال، ما نساوش التلبية في كل هذا الوقت وفي هذه المدة. ولازم نعرفوا راه المبيت ديالنا هاد الليلة الحكم ديالو في الدين راه غير مستحب، ماشي واجب وماشي ركن. كنبينوا لكم هاد الشيء حيت الوقت ديال التحرك ديالنا في الديار المقدسة كتحكم فيه السلطات السعودية، الله يجازيهم عنا كل خير. فالحجاج كتار ولا بد ما ينظموا لهم الوقت باش كل شيء يدوز المناسك ديالو في امان، وكل مجموعه غادي يكون لها وقت. فبلا ما نتقلقوا على المسؤولين اللي معانا وما نباتوش في هاد الليله في مينان، حيت الامر ماشي بيديهم كيف ما قلنا، وحيت المباتة هاد الليل في مينان ماشي واجبه. خوتي الحجاج خواتاتي الحاجات، غادي يوصل علينا يوم عرفه اللي هو اليوم 9 من شهر ذي الحجة، النهار اللي الحجاج كاملين غاديين يوقفوا الوقفة المشهودة والمنتظرة، ويفرح بهم الله سبحانه وتعالى، وكيباهي بهم الملائكة، وكيقول الملائكة ديالو: هؤلاء عبادي قد أتوني شعثا غبرا يرجون مغفرتي فأشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. الله سبحانه وتعالى كيباهي الملائكة بهذا الجموع ديال الحجاج، وكيقول لهم: هادو هما العباد ديالي، جاوني مشعكين مغبرين كيطلبوا المغفرة ديالي، شهدي يا ملائكتي راني غفرت لهم في هذا النهار المبارك. هذا هو النهار خوتي الحاجات خواتاتي الحجاج، أو خوتي الحجاج خواتاتي الحاجات، هذا هو النهار اللي الحجاج كاملين واقفين تيبكيو على الذنوب والمعاصي ديالهم، ويطلبوا من الله تعالى يغفر لهم، ويطلبوا منه كل ما يتمنوه في الدنيا والآخرة. اشنا هي الوقفة؟ واش لازم نبقاو واقفين نهار كامل؟ لا، الوقفة بعرفة اللي مقصود منها هو تكون حاضر فيها، والوقوف بعرفة على الرجلين ماشي واجب، وإنما المستحب للرجال في الدعاء يوقفوا كتر ما يجلسوا، والمستحب العيالات في الدعاء يجلسوا كتر ما يوقفوا وبلا ما يتعبوا نفوسهم. راه ما فيها باس إلا ارتحينا كاملين ولا نعسنا شي شوية لعينا، غير ما نساوش ونضيعوا هاد الفرصة الكبيرة اللي بين يدينا، اللي خاصنا ندوزوا النهار كامل وحنا في ذكر الله تعالى، ماشي في شي هضرة آخر، ولا في الوليدات، ولا في العيالات، ولا في تذكر شي ذكريات. وفي هذا النهار راه ماشي لازم توقف في جبل الرحمة ولا تصلي في مسجد نميرة، هاد الشي ما مطلوبش منك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: وقفت ها هنا وعرفات كلها موقف. النبي تيقول لنا انا راه وقفت هنا وعرفات كلها موقف. اللي مطلوب منك هو تكون حاضر هاد النهار في اي مكان داخل الحدود ديال عرفة، وترد البال مع العلامات، كاينين البلايك اللي كيبينوا لك الحدود ديال عرفة باش ما تخرجش على عرفة. اشنو كنديروا في هاد النهار؟ منين توصل علينا وقت الظهر تنأذنوا ونقيموا الصلاة وتنصليو الظهر 2 ركعات وتنسلموا وتنأذنوا ديك الساعة مباشرة العصر، وتنقيموا الصلاة ونصليو العصر 2 ركعات ونسلموا، باش يبقى لنا النهار كامل غير الدعاء والذكر والاستغفار، ونتوجه الله تعالى بكل دعاء الخير، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الدعاء يوم عرفة، أكثروا من الذكر يوم عرفة. واللي علموا لنا النبي صلى الله عليه وسلم واللي خاصنا نحفظوه هو هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان تستمر الأمور حتى المغرب شي شوية،
عاد كنخرجوا للمزدلفة وما نمشيوش قبل من المغرب باش ما يبطلش الحج ديالنا. واللي لا قدر الله جا شي مانع منعهم من الحضور في النهار ديال عرفة، لابد ما يمشي ليها بالليل قبل ما يوصل الفجر ديال نهار العيد، لأنها ركن من أركان الحج، اللي ضيعوا كيبطل الحج ديالو. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. وهكذا كنطلقوا بالسكينة بلا ما ندافعوا، بلا ما نتسابقوا، بلا ما نتجاراو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصانا تيقول لنا السكينة السكينة. هذا وصانا به النبي صلى الله عليه وسلم. وخاصنا نصبروا على المشقة ديال الطريق، سواء كنا راكبين ولا غاديين على رجلينا، لأن كاين الزحام حتى نوصل المزدلفة بسلام. والله تعالى كيقول لنا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. منين كنوصل المزدلفة راه واجب علينا ننزلوا ونصليو المغرب والعشاء. المغرب 3 ديال الركعات والعشاء 2 ديال الركعات، ونرتاحوا وناكلوا ونشربوا ونجمعوا 7 ديال الحصيات، يعني حجيرات صغيورين، باش نرميو جمرة العقبة الكبرى نهار العيد. والقياس ديالهم ديال دوك الحجيرات راه ما بين الفولة وبين الحمصة. أما الحجيرات الأخرين الأيام الأخرى غادي نجمعوهم من منن في ديك الأيام اللي كتسمى أيام ديال التشريق، نجمعوهم وغادي نذكروا الله تعالى ونكثروا من الذكر. وإلا مشينا بحالنا المينا ما علينا والو، ولا بغينا نباتوا في المزدلفة راه نباتوا حتى للصباح ونصليو الصبح ديالنا فيها ونذكروا الله شوية ونمشيو بحالنا المينان. هذه هي المرحلة اللي غادي نذكروا عليها في هذا اللقاء الجديد معكم. غادي نتكلموا على يوم النحر ورمي الجمرات وطواف الإفاضة. هذا اليوم المبارك تعيشوا جميع المسلمين في العالم، وحتى احنا أخوتنا الحجاج خواتاتنا الحجاج تنعيشوا في أحوال ربانية ما تعيش بحالها كثير من الناس. هذاك النهار كيتهزوا فيه القلوب وكيسمعوا فيه الحجاج الدعوات الخالصة من بعضياتهم وتذكروا فيه الله سبحانه وتعالى. هذا يوم مشهود في حياتك، عندك أعمال لازم تعرفها وخاصك تديرها وتتقنها بتوفيق من الله تعالى. العمل الأول رمي جمرة العقبة الكبرى، هو اللي كنسميه الرجيم. هاد الجمرة كنرميوها غير هي وحدها بالحصيات 7 اللي سبقنا جمعناهم من مزدلفة. كناخذوا كل حصية حصية وكنقولوا الله أكبر وترميوها في الحوض، وهكا كنديروا حتى كنكملوا الحصيات ب7 تنرجعوا بحالتنا للخيام ديالنا. العمل الثاني اللي كنديروه هو الهدي، بالنسبة اللي حج بالقران أو بالتمتع. هاد الهدي راك تتخلصوا في بعض البنكات والمؤسسات اللي فيهم الثقة، هما اللي كينوبوا علينا حنا الحجاج في الذبيحة. ولا كتمشي بيديك لرحبة البهايم والغنم وكتشري الهدي ديالك وكتذبحو. والهدي في الحج راه ماشي هو الضحية ديال العيد، حيت بزاف الناس كيفهموا هذا الأمر غلط، اللي كيذبحوا الراجل على وليداته ومرته في دارو. لا، الهدي راه كل واحد حج بالقران ولا بالتمتع لازم يذبح، بمعنى أن الراجل اللي معاه مرته ولا مو باه راه خاصو كل واحد يذبح الهدي ديالو. وقدروا يكونوا بعض الحجاج اللي ما عندهمش الفلوس باش يشريوا الهدي ولا ضاعوا لهم الفليسات في الحج، هادو كيصوموا 3 أيام في الحج و7 أيام اللي كيرجعوا لديورهم، والمجموع هو 10 ديال الايام. اما نقتصدوا على الفلوس باش نشريو الهدايا والحوايج والكبوات ونفضلوا نصوموا ونزقرموا باش ما نذبحوش الهدي، راه هذا الشيء غير جائز. والهدي خير لك عند الله من الهدية. والعمل الثالث في هذا النهار هو اللي كدير فيه منين كترجع الخيمة الحلق، يعني كتحسن راسك ولا تتقصروا
يعني كتصلعوا، والحلق افضل للرجال. اما العيالات راه كيقصروا، كياخذوا قد الطريف ديال الصبع من الضفائر ديالهم. وهكذا كنتحلوا التحلل الاول اللي كيولي عندنا فيه الامور عاديه الا العيالات. وكنحيدوا لباس الاحرام وتلبسوا الملابس ديالنا ونغسلوا بالصابون ديال الريحه، وكل الامور كتكون عندنا حلال الا العيالات اللي عنده مرته تبقى منعزل عليها. تبقى لنا طواف الافاضه. هاد الطواف الا قدرنا نديروه نهار العيد نديروه، وغالبا تصعب لان كاين الزحام بقوه الحجاج المباركين. راه مازال عندنا الوقت لما درناش نهار العيد، راه يمكن لك ديرو في اي وقت يسر ليك لان الوقت ديالو واسع، تبقى حتى لاخر نهار من ذي الحجه. يعني راه باقا قدامك 20 يوم اخرى، راه ما تطوف وراه ما تذكر وراه ما تعبد وراه ما تطلب الله سبحانه وتعالى. وهنا نعاودوا نذكروا الفرق اللي كاين بين المفرد والقارن والمتمتع. المفرد والقارن إلا سبق لهم داروا السعي مع طواف القدوم راهم تعملوا غير طواف الإفاضة بلا سعي، لأنهم سبقوه النهار الأول. إلا ما سبقوش مع القدوم راه خاصهم يديروه مع طواف الإفاضة. أما المتمتع فتعاود يقوم بالسعي من جديد بعد طواف الإفاضة، لأن داك السعي الأولاني اللي داروا راه هو السعي ديال العمرة. وما فيها باس نذكروكم بأن طواف الإفاضة راه 7 ديال الأشواط، تنصليو من بعد منها 2 ركعات مور مقام إبراهيم، والسعي راه حتى هو 7 ديال الأشواط. كنبداو من الصفا ونمشيو للمروة، وآخر سعي من تلك الأشواط كينتهي عند المروة. أما الأحكام اللي كتعلق بمنن فمن الواجب تبات فيها نهار العيد بالليل، واليوم الأول بعد العيد، واليوم الثاني من بعد العيد. وهنا راه يمكن لك تعجل وتمشي، ولا تبقى حتى اليوم الثالث من بعد العيد عاد تمشي. وهاد الأيام هي اللي كنسميوها أيام ديال التشريق، راها أيام ديال الأكل والشرب والذكر، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كل نهار من هاد الأيام اللي دازوا من مور العيد ترميو فيها الجمرات بالحصيات ديالنا. اشنا هي الطريقة؟ كنجمعوا 21 حصية، وكل وحدة قياسها ما بين الفولة والحمصة، وتنمشيو للجمرات ترميو الجمرة الصغرى ب7 ديال الحصيات. كل ما بغينا نرميو وحدة تنكبروا الله تعالى وتنرميو ديك الوحيدة، والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. وراه من الخطأ أننا نديرهم في كمشة وحدة ورميهم حفنة وحدة، راه ما تتحسب لنا داك الشيء والو، وراه الضربة كتكون ماشي صحيحة. وتنساليو وندعيو الله تعالى وتنتوجهوا للجمرة الوسطى حتى هي 7 ديال الحصيات بنفس الطريقة، وتنساليو وتندعيو ونتوجهوا للثالثة وهي جمرة العقبة الكبرى وتنرميو فيها حتى هي ب7 ديال الحصيات بنفس الطريقة، ونخرجوا بلا ما ندعيو. هاد العمل كنديروه النهار الاولاني من بعد العيد، وتنعاودوه النهار الثاني من بعد العيد. ولا ما تعجلناش وزربنا ونزلنا بحالتنا تنزيدوا النهار الثالث من بعد العيد. والوقت ديال الرمي راه كيبدا من الزوال ويستمر حتى المغرب، وبلا ما نخافوا ولا ندهشوا ولا نتزاحموا مع الناس. فكل ما التزمنا التوجيهات ديال المنظمين وديال العلماء وديال المسيرين راه حنا غنكونوا في امان الله سبحانه وتعالى. من بعد هاد الاعمال كنرجعوا بحالنا للاقامات، نتوعنا في مكه وتنكونوا كملنا والحمد لله اعمال الحج، وتنتظروا الوقت اللي غيخبرونا فيه المسؤولين بالسفر اما لبلادنا او للمدينه. فمن بعد ما كنجمعوا حوايجنا ويقرب وقت الخروج تنمشيو للحرام وتنديروا طواف الوداع اللي هو 7 ديال الاشواط، وتنصليو موراه 2 ركعات من مور مقام ابراهيم، وتنطلبوا الله تعالى باش ما يكونش هاد الطواف والاخراني ديال العهد بيننا وبين بيت الله، وتنخرجوا بشكل عادي.
والمرأة لا جاها دم الحيض ما تقلقش وما تحزنش، لأن الحيضة ديالها ماشي بيديها وراه ماشي ضروري لها طواف الوداع. وهكذا خوتي الحجاج بينا اشنا هي الحوايج اللي خاصنا نديروها وخاصنا نعرفوها لا بغينا نأديو فريضة ديال الحج. نطلبوا الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لذاك الشيء اللي كيبغيه وترضى عليه الله تعالى، ونتمنى يكون الحج مبرور والسعي مشكور والذنب مغفور، والله يتقبل منا منكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الدعاء يوقفوا كتر ما يجلسوا، والمستحب العيالات في الدعاء يجلسوا كتر ما يوقفوا وبلا ما يتعبوا نفوسهم. راه ما فيها باس إلا ارتحينا كاملين ولا نعسنا شي شوية لا عيينا، غير ما نساوش ونضيعوا هذه الفرصة الكبيرة اللي بين يدينا، اللي خاصنا ندوزوا النهار كامل وحنا في ذكر الله تعالى، ماشي في شي هضرة آخر ولا في الوليدات ولا في العيالات ولا في تذكر شي ذكريات. وفي هذا النهار راه ماشي لازم توقف في جبل الرحمة ولا تصلي في مسجد نميرة، هذا الشيء ما مطلوبش منك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وقفت ها هنا وعرفات كلها موقف. النبي تيقول لنا انا راه وقفت هنا وعرفات كلها موقف. اللي مطلوب منك هو تكون حاضر هذا النهار في اي مكان داخل الحدود ديال عرفة، وترد البال مع العلامات. كاينين البلايك اللي كيبينوا لك الحدود ديال عرفة باش ما تخرجش على عرفة. اشنو كنديروا في هذا النهار؟ منين توصل علينا وقت الظهر تنأذنوا ونقيموا الصلاة وتنصليو الظهر 2 ركعات وتنسلموا وتنأذنوا ديك الساعة مباشرة العصر وتنقيموا الصلاة ونصليو العصر 2 ركعات ونسلموا، باش يبقى لنا النهار كامل غير الدعاء والذكر والاستغفار، ونتوجه الله تعالى بكل دعاء الخير كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الدعاء يوم عرفة، أكثروا من الذكر يوم عرفة. واللي علموا لنا النبي صلى الله عليه وسلم واللي خاصنا نحفظوه هو هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان تستمر الأمور حتى المغرب شي شوية، عاد كنخرجوا للمزدلفة وما نمشيوش قبل من المغرب باش ما يبطلش الحج ديالنا. واللي لا قدر الله جا شي مانع منعهم الحضور في النهار ديال عرفة، لابد ما يمشي لها بالليل قبل ما يوصل الفجر ديال نهار العيد، لأنها ركن من أركان الحج. اللي ضيعوا كيبطل الحج ديالو. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. وهكذا كنطلقوا بالسكينة بلا ما ندافعوا، بلا ما نتسابقوا، بلا ما نتجراو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصانا تيقول لنا السكينة السكينة. هذا وصانا به النبي صلى الله عليه وسلم. وخاصنا نصبروا على المشقة ديال الطريق، سواء كنا راكبين ولا غاديين على رجلينا، لأن كاين الزحام حتى نوصل المزدلفة بسلام. والله تعالى كيقول لنا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. منين كنوصلوا المزدلفة راه واجب علينا ننزلوا ونصليو المغرب والعشاء. المغرب 3 ديال الركعات والعشاء 2 ديال الركعات، ونرتاحوا وناكلوا ونشربوا ونجمعوا 7 ديال الحصيات، يعني حجيرات صغيورين، باش نرميو جمرة العقبة الكبرى نهار العيد. والقياس ديالهم ديال دوك الحجيرات راه ما بين الفولة وبين الحمصة. أما الحجيرات الأخرين الأيام الأخرى غادي نجمعوهم من منن في ديك الأيام اللي كتسمى أيام ديال التشريق، نجمعوهم وغادي نذكروا الله تعالى ونكثروا من الذكر. وإلا مشينا بحالنا المينا ما علينا والو، ولا بغينا نباتوا في المزدلفة راه نباتوا حتى للصباح ونصليو الصبح ديالنا فيها ونذكروا الله شوية ونمشيو بحالنا المينان. هذه هي المرحلة اللي غادي نذكروا عليها في هذا اللقاء الجديد معكم.
غادي نتكلموا على يوم النحر ورمي الجمرات وطواف الإفاضة. هذا اليوم المبارك تعيشه جميع المسلمين في العالم، وحتى حنا أخوتنا الحجاج، خواتاتنا الحجاج، تنعيشوا في أحوال ربانية ما تعيش بحالها كثير من الناس. هذاك النهار كيتهزوا فيه القلوب وكيسمعوا فيه الحجاج الدعوات الخالصة من بعضياتهم وتذكروا فيه الله سبحانه وتعالى. هذا يوم مشهود في حياتك، عندك أعمال لازم تعرفها وخاصك تديرها وتتقنها بتوفيق من الله تعالى. العمل الأول رمي جمرة العقبة الكبرى، هو اللي كنسميه الرجيم. هاد الجمرة كنرميوها غير هي وحدها بالحصيات السبعة اللي سبقنا جمعناهم من مزدلفة. كناخذوا كل حصية حصية وكنقولوا الله أكبر وترميوها في الحوض، وهكا كنديروا حتى كنكملوا الحصيات بسبعة تنرجعوا بحالتنا للخيام ديالنا. العمل الثاني اللي كنديروه هو الهدي بالنسبة اللي حج بالقران أو بالتمتع. هاد الهدي راك تتخلصوا في بعض البنكات والمؤسسات اللي فيهم الثقة هما اللي كينوبوا علينا حنا الحجاج في الذبيحة، ولا كتمشي بيديك لرحبة البهايم والغنم وكتشري الهدي ديالك وكتذبحو. والهدي في الحج راه ماشي هو الضحية ديال العيد، حيت بزاف الناس كيفهموا هذا الأمر غلط. اللي كيذبحوا الراجل على وليداته ومرته في دارو، لا، الهدي راه كل واحد حج بالقران ولا بالتمتع لازم يذبح، بمعنى أن الراجل اللي معاه مرته ولا مو باه راه خاصو كل واحد يذبح الهدي ديالو. وقدروا يكونوا بعض الحجاج اللي ما عندهمش الفلوس باش يشريوا الهدي ولا ضاعوا لهم الفليسات في الحج، هادو كيصوموا 3 ايام في الحج و7 ايام اللي كيرجعوا لديورهم، والمجموع هو 10 ديال الايام. اما نقتصدوا على الفلوس باش نشريوا الهدايا والحوايج والكبوات ونفضلوا نصوموا ونزقرموا باش ما نذبحوش الهدي، راه هذا الشيء غير جائز، والهدي خير لك عند الله من الهدية. والعمل الثالث في هذا النهار هو اللي كدير فيه منين كترجع الخيمة الحلق، يعني كتحسن راسك، ولا تتقصروا يعني كتصلعوا، والحلق أفضل للرجال. أما العيالات راه كيقصروا كياخذوا قد الطريف ديال الصبع من الضفائر ديالهم، وهكذا كنتحلوا التحلل الأول اللي كيولي عندنا فيه الأمور عادية إلا العيالات، وكنحيدوا لباس الإحرام وتلبسوا الملابس ديالنا ونغسلوا بالصابون ديال الريحة، وكل الأمور كتكون عندنا حلال إلا العيالات اللي عنده مرته تبقى منعزل عليها. تبقى لنا طواف الإفاضة. هاد الطواف إلا قدرنا نديروه نهار العيد نديروه، وغالبا تصعب لأن كاين الزحام بقوة الحجاج المباركين. راه مازال عندنا الوقت لما درناش نهار العيد، راه يمكن لك ديرو في أي وقت يسر ليك لأن الوقت ديالو واسع، تبقى حتى الآخر نهار من ذي الحجة، يعني راه باقا قدامك 20 يوم أخرى. راه ما تطوف وراه ما تذكر وراه ما تعبد وراه ما تطلب الله سبحانه وتعالى. وهنا نعاودو نذكروا ونتذكروا الفرق اللي كاين بين المفرد والقارن والمتمتع. المفرد والقارن إلا سبق اليوم داروا السعي مع طواف القدوم راهم تعملوا غير طواف الإفاضة بلا سعي، لأنهم سبقوه النهار الأول. إلا ما سبقوش مع القدوم راه خاصهم يديروه مع طواف الإفاضة. أما المتمتع فتعاود يقوم بالسعي من جديد بعد طواف الإفاضة، لأن داك السعي الأولاني اللي داروا راه هو السعي ديال العمرة، وما فيها باس. نذكروكم بأن طواف الإفاضة راه 7 ديال الأشواط، تنصليو من بعد منها 2 ركعات مور مقام إبراهيم، والسعي راه حتى هو 7 ديال الأشواط. كنبداو من الصفا ونمشيو للمروة، وآخر سعي من تلك الأشواط كينتهي عند المروة. أما الأحكام اللي كتتعلق بمنن فمن الواجب
تبات فيها نهار العيد بالليل، واليوم الأول بعد العيد، واليوم الثاني من بعد العيد. وهنا راه يمكن لك تعجل وتمشي، ولا تبقى حتى اليوم الثالث من بعد العيد عاد تمشي. وهاد الأيام هي اللي كنسميوها أيام ديال التشريق، راها أيام ديال الأكل والشرب والذكر، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كل نهار من هاد الأيام اللي دازوا من مور العيد ترميو فيها الجمرات بالحصيات ديالنا. اشنا هي الطريقة؟ كنجمعوا 21 حصية، وكل وحدة قياسها ما بين الفولة والحمصة، وتنمشيو للجمرات ترميو الجمرة الصغرى ب7 ديال الحصيات. كل ما بغينا نرميو وحدة تنكبروا الله تعالى وتنرميو ديك الوحيدة، والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. وراه من الخطأ أننا نديرهم في كمشة وحدة ورميهم حفنة وحدة، راه ما تتحسب لنا داك الشيء والو، وراه الضربة كتكون ماشي صحيحة. وتنساليو وندعيو الله تعالى وتنتوجهوا للجمرة الوسطى حتى هي 7 ديال الحصيات بنفس الطريقة، وتنساليو وتندعيو ونتوجهوا للثالثة وهي جمرة العقبة الكبرى، وتنرميو فيها حتى هي ب7 ديال الحصيات بنفس الطريقة، ونخرجوا بلا ما ندعيو. هاد العمل كنديروه النهار الاولاني من بعد العيد، وتنعاودوه النهار الثاني من بعد العيد، ولا ما تعجلناش وزربنا ونزلنا بحالتنا تنزيدوا النهار الثالث من بعد العيد. والوقت ديال الرمي راه كيبدا من الزوال ويستمر حتى المغرب، وبلا ما نخافوا ولا ندهشوا ولا نتزاحموا مع الناس. فكل ما التزمنا التوجيهات ديال المنظمين وديال العلماء وديال المسيرين راه حنا غنكونوا في امان الله سبحانه وتعالى. من بعد هاد الاعمال كنرجعوا بحالنا للاقامات، نتوعنا في مكه، وتنكونوا كملنا والحمد لله اعمال الحج، وتنتظروا الوقت اللي غيخبرونا فيه المسؤولين بالسفر اما لبلادنا او للمدينه. فمن بعد ما كنجمعوا حوايجنا ويقرب وقت الخروج تنمشيو للحرام وتنديروا طواف الوداع اللي هو 7 ديال الاشواط، وتنصليو موراه 2 ركعات من مور مقام ابراهيم، وتنطلبوا الله تعالى باش ما يكونش هاد الطواف والاخراني ديال العهد بيننا وبين بيت الله، وتنخرجوا بشكل عادي. والمراه لا جاها دم الحيض ما تقلقش وما تحزنش، لان الحيضه ديالها ماشي بيديها وراه ماشي ضروري لها طواف الوداع. وهكذا خوتي الحجاج بينا اشنا هي الحوايج اللي خاصنا نديروها وخاصنا نعرفوها. لا بغينا نأديو فريضة ديال الحج نطلبوا الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لذاك الشيء اللي كيبغيه وترضى عليه الله تعالى، ونتمنى يكون الحج مبرور والسعي مشكور والذنب مغفور، والله يتقبل منا منكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بحالها كثير من الناس هذاك النهار كيتهزوا فيه القلوب وكيسمعوا فيه الحجاج الدعوات الخالصة من بعضياتهم وتذكروا فيه الله سبحانه وتعالى. هذا يوم مشهود في حياتك، عندك أعمال لازم تعرفها وخاصك تديرها وتتقنها بتوفيق من الله تعالى. العمل الأول رمي جمرة العقبة الكبرى، هو اللي كنسميه الرجيم. هاد الجمرة كنرميوها غير هي وحدها بالحصيات 7 اللي سبقنا جمعناهم من مزدلفة. كناخذوا كل حصية حصية وكنقولوا الله أكبر وترميوها في الحوض، وهكا كنديروا حتى كنكملوا الحصيات ب7 تنرجعوا بحالتنا للخيام ديالنا. العمل الثاني اللي كنديروه هو الهدي، بالنسبة اللي حج بالقران أو بالتمتع. هاد الهدي راك تتخلصوا في بعض البنكات والمؤسسات اللي فيهم الثقة هما اللي كينوبوا علينا حنا الحجاج في الذبيحة، ولا كتمشي بيديك لرحبة البهايم والغنم وكتشري الهدي ديالك وكتذبحو. والهدي في الحج راه ماشي هو الضحية ديال العيد، حيت بزاف الناس كيفهموا هذا الأمر غلط.
اللي كيذبحوا الراجل على وليداته ومرته في دارو. لا، الهدي راه كل واحد حج بالقيران ولا بالتمتع لازم يذبح، بمعنى ان الراجل اللي معاه مرته ولا مو باه راه خاصو كل واحد يذبح الهدي ديالو. وقدروا يكونوا بعض الحجاج اللي ما عندهمش الفلوس باش يشريو الهدي ولا ضاعوا لهم الفليسات في الحج، هادو كيصوموا 3 ايام في الحج و7 ايام اللي كيرجعوا لديورهم، والمجموع هو 10 ديال الايام. اما نقتصدوا على الفلوس باش نشريو الهدايا والحوايج والكبوات ونفضلوا نصوموا ونزقرموا باش ما نذبحوش الهدي، راه هذا الشيء غير جائز، والهدي خير لك عند الله من الهدية. والعمل الثالث في هذا النهار هو اللي كدير فيه منين كترجع الخيمة الحلق، يعني كتحسن راسك، ولا تتقصروا يعني كتصلعوا، والحلق أفضل للرجال. أما العيالات راه كيقصروا كياخذوا قد طريف ديال الصبع من الضفائر ديالهم، وهكذا كنتحلوا التحلل الأول اللي كيولي عندنا فيه الأمور عادية إلا العيالات، وكنحيدوا لباس الإحرام وتلبسوا الملابس ديالنا ونغسلوا بالصابون ديال الريحة، وكل الأمور كتكون عندنا حلال إلا العيالات اللي عنده مرته تبقى منعزل عليها. تبقى لنا طواف الإفاضة. هاد الطواف إلا قدرنا نديروه نهار العيد نديروه، وغالبا تصعب لأن كاين الزحام بقوة الحجاج المباركين. راه مازال عندنا الوقت لما درناش نهار العيد، راه يمكن لك ديرو في أي وقت تيسر ليك لأن الوقت ديالو واسع، تبقى حتى لآخر نهار من ذي الحجة، يعني راه باقا قدامك 20 يوم أخرى. راه ما تطوف وراه ما تذكر وراه ما تعبد وراه ما تطلب الله سبحانه وتعالى. وهنا نعاودوا نذكروا ونتذكروا الفرق اللي كاين بين المفرد والقارن والمتمتع. المفرد والقارن إلا سبق لهم داروا السعي مع طواف القدوم راهم تعملوا غير طواف الإفاضة بلا سعي، لأنهم سبقوه النهار الأول. إلا ما سبقوش مع القدوم راه خاصهم يديروه مع طواف الإفاضة. أما المتمتع فتعاود يقوم بالسعي من جديد بعد طواف الإفاضة، لأن داك السعي الأولاني اللي داروا راه هو السعي ديال العمرة. وما فيها باس نذكروكم بأن طواف الإفاضة راه 7 ديال الأشواط، تنصليو من بعد منها 2 ركعات مور مقام إبراهيم، والسعي راه حتى هو 7 ديال الأشواط. كنبداو من الصفا ونمشيو للمروة، وآخر سعي من تلك الأشواط كينتهي عند المروة. أما الأحكام اللي كتتعلق بمنى فمن الواجب تبات فيها نهار العيد بالليل، واليوم الأول بعد العيد، واليوم الثاني من بعد العيد. وهنا راه يمكن لك تعجل وتمشي، ولا تبقى حتى اليوم الثالث من بعد العيد عاد تمشي. وهاد الأيام هي اللي كنسميوها أيام ديال التشريق، راها أيام ديال الأكل والشرب والذكر، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كل نهار من هاد الأيام اللي دازوا من مور العيد ترميو فيها الجمرات بالحصيات ديالنا. اشنا هي الطريقة؟ كنجمعوا 21 حصية، وكل وحدة قياسها ما بين الفولة والحمصة، وتنمشيو للجمرات ترميو الجمرة الصغرى ب7 ديال الحصيات. كل ما بغينا نرميو وحدة تنكبروا الله تعالى وتنرميو ديك الوحيدة، والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. وراه من الخطأ أننا نديرهم في كمشة وحدة ورميهم حفنة وحدة، راه ما تتحسب لنا داك الشيء والو، وراه الضربة كتكون ماشي صحيحة. وتنساليو وندعيو الله تعالى وتنتوجهوا للجمرة الوسطى حتى هي 7 ديال الحصيات بنفس الطريقة، وتنساليو وتندعيو ونتوجهوا للثالثة وهي الجمرة العقبة الكبرى، وتنرميو فيها حتى هي ب7 ديال الحصيات بنفس الطريقة، ونخرجوا بلا ما ندعيو. هاد العمل كنديروه النهار الاولاني من بعد العيد، وتنعاودوه النهار الثاني من بعد العيد. ولا ما تعجلناش وزربنا ونزلنا بحالتنا
تنزيدوا النهار الثالث من بعد العيد، والوقت ديال الرمي راه كيبدا من الزوال ويستمر حتى المغرب، وبلا ما نخافوا ولا ندهشوا ولا نتزاحموا مع الناس. فكل ما التزمنا التوجيهات ديال المنظمين وديال العلماء وديال المسيرين، راه حنا غنكونوا في امان الله سبحانه وتعالى. من بعد هاد الاعمال كنرجعوا بحالنا للاقامات، نتوعنا في مكه، وتنكونوا كملنا والحمد لله اعمال الحج، وتنتظروا الوقت اللي غيخبرونا فيه المسؤولين بالسفر اما لبلادنا او للمدينه. فمن بعد ما كنجمعوا حوايجنا ويقرب وقت الخروج، تنمشيو للحرام وتنديروا طواف الوداع اللي هو 7 ديال الاشواط، وتنصليو موراه 2 ركعات من مور مقام ابراهيم، وتنطلبوا الله تعالى باش ما يكونش هاد الطواف والاخراني ديال العهد بيننا وبين بيت الله، وتنخرجوا بشكل عادي. والمراه لا جاها دم الحيض ما تقلقش وما تحزنش، لان الحيضه ديالها ماشي بيديها، وراه ماشي ضروري لها طواف الوداع. وهكذا خوتي الحجاج بينا اشنا هي الحوايج اللي خاصنا نديروها وخاصنا نعرفوها. لا بغينا نأديو فريضة ديال الحج، نطلبوا الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لذاك الشيء اللي كيبغيه وترضى عليه الله تعالى، ونتمنى يكون الحج مبرور والسعي مشكور والذنب مغفور، والله يتقبل منا منكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وغالبا تصعب لأن كاين الزحام بقوة الحجاج المباركين. راه مازال عندنا الوقت لما درناش نهار العيد، راه يمكن لك ديرو في أي وقت تيسر ليك، لأن الوقت ديالو واسع، تبقى حتى الآخر نهار من ذي الحجة، يعني راه باقا قدامك 20 يوم أخرى. راه ما تطوف وراه ما تذكر وراه ما تعبد وراه ما تطلب الله سبحانه وتعالى. وهنا نعاودوا نذكروا الفرق اللي كاين بين المفرد والقارن والمتمتع. المفرد والقارن إلا سبق لهم داروا السعي مع طواف القدوم، راهم تعملوا غير طواف الإفاضة بلا سعي، لأنهم سبقوه النهار الأول. إلا ما سبقوش مع القدوم راه خاصهم يديروه مع طواف الإفاضة. أما المتمتع فتعاود يقوم بالسعي من جديد بعد طواف الإفاضة، لأن داك السعي الأولاني اللي داروا راه هو السعي ديال العمرة. وما فيها باس نذكروكم بأن طواف الإفاضة راه 7 ديال الأشواط، تنصليو من بعد منها 2 ركعات مور مقام إبراهيم، والسعي راه حتى هو 7 ديال الأشواط. كنبداو من الصفا ونمشيو للمروة، وآخر سعي من تلك الأشواط كينتهي عند المروة. أما الأحكام اللي كتتعلق بمنى فمن الواجب تبات فيها نهار العيد بالليل، واليوم الأول بعد العيد، واليوم الثاني من بعد العيد. وهنا راه يمكن لك تعجل وتمشي، ولا تبقى حتى اليوم الثالث من بعد العيد عاد تمشي. وهاد الأيام هي اللي كنسميوها أيام ديال التشريق، راها أيام ديال الأكل والشرب والذكر، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كل نهار من هاد الأيام اللي دازوا من مور العيد ترميو فيها الجمرات بالحصيات ديالنا. اشنا هي الطريقة؟ كنجمعوا 21 حصية، وكل وحدة قياسها ما بين الفولة والحمصة، وتنمشيو للجمرات ترميو الجمرة الصغرى ب7 ديال الحصيات. كل ما بغينا نرميو وحدة تنكبروا الله تعالى وتنرميو ديك الوحيدة، والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. وراه من الخطأ أننا نديرهم في كمشة وحدة ونرميهم حفنة وحدة، راه ما تتحسب لنا داك الشيء والو، وراه الضربة كتكون ماشي صحيحة. وتنساليو وندعيو الله تعالى وتنتوجهوا للجمرة الوسطى حتى هي 7 ديال الحصيات بنفس الطريقة، وتنساليو وتندعيو ونتوجهوا للثالثة وهي جمرة العقبة الكبرى، وتنرميو فيها حتى هي ب7 ديال الحصيات بنفس الطريقة، ونخرجوا بلا ما ندعيو. هاد العمل كنديروه
النهار الاولاني من بعد العيد، وتنعاودوا النهار الثاني من بعد العيد، ولا ما تعجلناش وزربنا ونزلنا بحالتنا تنزيدوا النهار الثالث من بعد العيد. والوقت ديال الرمي راه كيبدا من الزوال ويستمر حتى المغرب، وبلا ما نخافوا ولا ندهشوا ولا نتزاحموا مع الناس، فكل ما التزمنا بالتوجيهات ديال المنظمين وديال العلماء وديال المسيرين راحنا غنكونوا في امان الله سبحانه وتعالى. من بعد هاد الاعمال كنرجعوا بحالنا للاقامات، نتوعنا في مكه وتنكونوا كملنا والحمد لله اعمال الحج، وتنتظروا الوقت اللي غيخبرونا فيه المسؤولين بالسفر اما لبلادنا او للمدينه. فمن بعد ما كنجمعوا حوايجنا ويقرب وقت الخروج تنمشيو للحرام وتنديروا طواف الوداع اللي هو 7 ديال الاشواط، وتنصليو موراه 2 ركعات من مور مقام ابراهيم، وتنطلبوا الله تعالى باش ما يكونش هاد الطواف والاخراني ديال العهد بيننا وبين بيت الله، وتنخرجوا بشكل عادي. والمراه لا جاها دم الحيض ما تقلقش وما تحزنش، لان الحيضه ديالها ماشي بيديها وراه ماشي ضروري لها طواف الوداع. وهكذا خوتي الحجاج بينا اشنا هي الحوايج اللي خاصنا نديروها وخاصنا نعرفوها لا بغينا نأديو فريضه ديال الحج. نطلبوا الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لداك الشيء اللي كيبغيه وترضى عليه الله تعالى، ونتمنى يكون الحج مبرور والسعي مشكور والذنب مغفور، والله يتقبل منا منكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التشريق راها أيام ديال الأكل والشرب والذكر كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كل نهار من هذه الأيام اللي دازوا من مور العيد ترميو فيها الجمرات بالحصيات ديالنا. اشنا هي الطريقة؟ كنجمعوا 21 حصية، وكل وحدة قياسها ما بين الفولة والحمصة، وتنمشيو للجمرات ترميو الجمرة الصغرى ب7 ديال الحصيات. كل ما بغينا نرميو وحدة تنكبروا الله تعالى وتنرميو ديك الوحيدة، والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. وراه من الخطأ أننا نديرهم في كمشة وحدة ورميهم حفنة وحدة، راه ما تتحسب لنا داك الشيء والو، وراه الضربة كتكون ماشي صحيحة. وتنساليو وندعيو الله تعالى وتنتوجهوا للجمرة الوسطى حتى هي 7 ديال الحصيات بنفس الطريقة، وتنساليو وتندعيو ونتوجهوا للثالثة وهي جمرة العقبة الكبرى وتنرميو فيها حتى هي ب7 ديال الحصيات بنفس الطريقة، ونخرجوا بلا ما ندعيو. هاد العمل كنديروه النهار الاولاني من بعد العيد، وتنعاودوا النهار الثاني من بعد العيد، ولا ما تعجلناش وزربنا ونزلنا بحالتنا تنزيدوا النهار الثالث من بعد العيد. والوقت ديال الرمي راه كيبدا من الزوال ويستمر حتى المغرب، وبلا ما نخافوا ولا ندهشوا ولا نتزاحموا مع الناس، فكل ما التزمنا بالتوجيهات ديال المنظمين وديال العلماء وديال المسيرين راحنا غنكونوا في امان الله سبحانه وتعالى. من بعد هاد الاعمال كنرجعوا بحالنا للاقامات، نتوعنا في مكه وتنكونوا كملنا والحمد لله اعمال الحج، وتنتظروا الوقت اللي غيخبرونا فيه المسؤولين بالسفر اما لبلادنا او للمدينه. فمن بعد ما كنجمعوا حوايجنا ويقرب وقت الخروج تنمشيو للحرام وتنديروا طواف الوداع اللي هو 7 ديال الاشواط، وتنصليو موراه 2 ركعات من مور مقام ابراهيم، وتنطلبوا الله تعالى باش ما يكونش هاد الطواف والاخراني ديال العهد بيننا وبين بيت الله، وتنخرجوا بشكل عادي. والمراه لا جاها دم الحيض ما تقلقش وما تحزنش، لان الحيضه ديالها ماشي بيديها وراه ماشي ضروري لها طواف الوداع. وهكذا خوتي الحجاج بينا اشنا هي الحوايج اللي خاصنا نديروها وخاصنا نعرفوها لا بغينا نأديو فريضه ديال الحج. نطلبوا الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لداك الشيء اللي كيبغيه وترضى عليه الله تعالى، ونتمنى يكون الحج مبرور والسعي مشكور
والذنب مغفور، والله يتقبل منا منكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيها حتى هي ب7 ديال الحصيات بنفس الطريقة، ونخرجوا بلا ما ندعيو. هاد العمل كنديروه النهار الاولاني من بعد العيد، وتنعاودوه النهار الثاني من بعد العيد، ولا ما تعجلناش وزربنا ونزلنا بحالتنا تنزيدوا النهار الثالث من بعد العيد. والوقت ديال الرمي راه كيبدا من الزوال ويستمر حتى المغرب، وبلا ما نخافوا ولا ندهشوا ولا نتزاحموا مع الناس. فكل ما التزمنا التوجيهات ديال المنظمين وديال العلماء وديال المسيرين، راحنا غنكونوا في امان الله سبحانه وتعالى. من بعد هاد الاعمال كنرجعوا بحالنا للاقامات، انتوعنا في مكه، وتنكونوا كملنا والحمد لله اعمال الحج، وتنتظروا الوقت اللي غيخبرونا فيه المسؤولين بالسفر اما لبلادنا او للمدينه. فمن بعد ما كنجمعوا حوايجنا ويقرب وقت الخروج، تنمشيو للحرام وتنديروا طواف الوداع اللي هو 7 ديال الاشواط، وتنصليو موراه 2 ركعات من مور مقام ابراهيم، وتنطلبوا الله تعالى باش ما يكونش هاد الطواف والاخراني ديال العهد بيننا وبين بيت الله، وتنخرجوا بشكل عادي. والمراه لا جاها دم الحيض ما تقلقش وما تحزنش، لان الحيضه ديالها ماشي بيديها، وراه ماشي ضروري لها طواف الوداع. وهكذا خوتي الحجاج بينا اشنا هي الحوايج اللي خاصنا نديروها وخاصنا نعرفوها. لا بغينا نأديو فريضه ديال الحج، نطلبوا الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لذاك الشيء اللي كيبغيه وترضى عليه الله تعالى، ونتمنى يكون الحج مبرور والسعي مشكور والذنب مغفور، والله يتقبل منا منكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتوعنا في مكة، وتنكونوا كملنا والحمد لله أعمال الحج، وتنتظروا الوقت اللي غيخبرونا فيه المسؤولين بالسفر إما لبلادنا أو للمدينة. فمن بعد ما كنجمعوا حوايجنا ويقرب وقت الخروج، تنمشيو للحرام وتنديروا طواف الوداع اللي هو 7 ديال الاشواط، وتنصليو موراه 2 ركعات من مور مقام ابراهيم، وتنطلبوا الله تعالى باش ما يكونش هاد الطواف والاخراني ديال العهد بيننا وبين بيت الله، وتنخرجوا بشكل عادي. والمراه لا جاها دم الحيض ما تقلقش وما تحزنش، لان الحيضه ديالها ماشي بيديها، وراه ماشي ضروري لها طواف الوداع. وهكذا خوتي الحجاج بينا اشنا هي الحوايج اللي خاصنا نديروها وخاصنا نعرفوها. لا بغينا نأديو فريضه ديال الحج، نطلبوا الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لذاك الشيء اللي كيبغيه وترضى عليه الله تعالى، ونتمنى يكون الحج مبرور والسعي مشكور والذنب مغفور، والله يتقبل منا منكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتنطلبوا الله تعالى باش ما يكونش هاد الطواف والاخراني ديال العهد بيننا وبين بيت الله، وتنخرجوا بشكل عادي. والمراه لا جاها دم الحيض ما تقلقش وما تحزنش، لان الحيضه ديالها ماشي بيديها، وراه ماشي ضروري لها طواف الوداع. وهكذا خوتي الحجاج بينا اشنا هي الحوايج اللي خاصنا نديروها وخاصنا نعرفوها. لا بغينا نأديو فريضه ديال الحج، نطلبوا الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لذاك الشيء اللي كيبغيه وترضى عليه الله تعالى، ونتمنى يكون الحج مبرور والسعي مشكور والذنب مغفور، والله يتقبل منا منكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وراه ماشي ضروري لها طواف الوداع. وهكذا خوتي الحجاج بينا اشنا هي الحوايج اللي خاصنا نديروها وخاصنا نعرفوها. لا بغينا نأديو فريضه ديال الحج، نطلبوا الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لذاك الشيء اللي كيبغيه وترضى عليه الله تعالى، ونتمنى يكون الحج مبرور والسعي مشكور والذنب مغفور، والله يتقبل منا منكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا بغينا نأديو فريضه ديال الحج، نطلبوا الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا
لداك الشيء اللي كيبغيه وتيرضى عليه الله تعالى، ونتمنى يكون الحج مبرور والسعي مشكور والذنب مغفور، والله يتقبل منا منكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بغيه وتيرضى عليه الله تعالى، ونتمنى يكون الحج مبرور والسعي مشكور والذنب مغفور، والله يتقبل منا منكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السعي مشكور والذنب مغفور، والله يتقبل منا منكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل منا منكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رحمة الله تعالى وبركاته. وبركاته.